السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما جريدة السياسة المغربية على بعد 103 من أسفي و64 كيلومتر من الوالدية و37 كيلومتر سيدي بنور و15 كيلومتر سيدي إسماعيل. باش تعرفوا بأن المهنة ديال الصحافة هي مهنة المتاعب، وحنا فيما كانت المعلومة كنمشيو كنجريو موراها باش نوصلوها يعني للرأي المغربي ولما لا الرأي العالمي. الحمد لله أن بلادنا مزيانة، بلادنا الحمد لله فيها جميع الثروات، كذلك كما كنوجهوا واحد الرسالة للسيد وزير الداخلية السيد الفتيت والسيد والي جهة فاس مكناس على ذاك الحديقة اللي استولاو عليها بعض الناس، اللي غادي نشوفوا الفيديو ديالنا دابا ان شاء الله غنوريه لكم. وكما كنقول السيد قائد منطقة مدينة يعني مدينة فاس بالضبط، قائد الأطلس والمقدمين، أن واش في اخبار السيد والي جهة فاس مكناس أن ذاك الحديقة تم الاستيلاء عليها وتم البناء فوق الأراضي أو فوق الأرض، بمعنى أصح فوق الأرض اللي هي الملك العام وبدون سند قانوني، مع العلم أن واحد السيد من دوك الناس ديال ذاك القهوة اللي المتواجده اونفاس مع اقامه عدن، مقهى عدن الكوري شارع القطار شامل الحسين، قال لك ما تقصرش، دير اللي بغيتي انتم الصحافه، انتم غير زبل. يعني هذا ضرب الجسم الاعلامي للصحافه وكيقول لك حنا ما كنسول، قال لي بهذا المعنى ما تقصرش. كما كنقول لكم انا جاوا وبغاو يتحاموا عليا بالفعل وضربوا بدخلوا كيضربوا بالحجر، وكاين واحد سمى واحد الحارس الوهمي اللي ملقب ببرنيطه اللي ضربني بالخشبه، وعندي شهاده طبيه وعندي المسائل ديالي. حنا هادشي ما كيهمناش، لان كما كنقول لكم ان العمل الصحفي هو عمل انساني، عمل اللي كنقدموه لجميع الجميع الشريحه اللي واعيه، الشريحه اللي كتامن يعني بالوطن ديالها وبالشعار ديالنا الخالد الله الوطن الملك. حنا كما كتشوفوا احنا غاديين عاوتاني باش نقلبوا على المعلومه، باش نشهروا بلادنا ونزيدوا نبينوا بحنا بلادنا، وان الوطن يعني ديالنا اللي هو المغرب انه هو وطن متحضر، والمغرب ديالنا احنا يعني غادي لقدام بالقياده الراجل اللي جات الملك محمد سيد. وكنبغيو نبينوا الجاره اللي هي جاره السوء الجزائر اللي ادينوا بشده مقتل ذاك ثلاثه ديال الشباب اللي قتلوهم يعني في وسط المياه اللي يعني ما بين المياه المغربيه والجزائريه. ودمتم للنضال اوفياء، وشكرا لكل متابعي جريده السياسه المغربيه العاصمه العلميه من تقريبا على بعد 103 من اسفل كما قلت لكم، 64 كيلومتر من الوالديه، 37 من سيدي بنور، سيدي اسماعيل 15 كيلومتر. ولنا لقاء ان شاء الله قريبا. شكرا لكم، شكرا للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم دائما جريده السياسه المغربيه. هذه واحد اليومين يعني يوم 28 جيت اخويا لهنا لهاد الحومه ديالي كما كتشوفوا، هي هاد القهوه، هذه هي هاد القهوه اللي كان مولها مسكين خدام وداك الشيء. ايوا وجاو شي بلطاجيه هنايا وخرجوه مسكين من هنا، يعني بقوه كيحاصروه وكيضايقوه الى اخره، كيكملوا المخدرات الى اخره. هانتوما كما كتشوفوا هذا الموضوع. كما نوريكم انكم البراكه اللي يعني كتكون فيها المخدرات والكوكايين وداك الشيء الى اخره، ها هي اللي فيها واحد الحارس سميتو برنيطه، ها هي. كتشوفوا هاد الجرده هذه، هي الجرده هذه ملي كتشوفوا هذه، جا واحد واستولى عليها داها، ها هي هانتوما شوفوا، دار لها السياج وداها، هانتوما دار لها السياج وداها. ما اكتفاش بهذا الشيء هذا، عندنا ماشي دا غير السياج واكتفى بهذا الشيء، بلا الجاد دار لها الباب، هو سدها كما كتشوفوا، وجا لهنايا لهاد الموط هادي، وزاد هاد الزاج هذا كله، يعني بلع هاد الباساج هذا كما كتشوفوا، ودا هاد الموضوع كامل هذا. ايوا فاش بقيت انا في الحومه هنا جالس يعني كنصور هاد الشيء اللي وقع هنايا. جاو هما خرجوا من هاد القهوه، ما نوريها لكم. هاد القهوه هذه اللي هي ديالها اللي ساد الطريق من هنا، هو الطريق سادها، هانتوما كما كتشوفوا الطريق مسدوده. جاو خرجوا من هاد القهوه هذه،
هاد القهوه اللي كتشوف يما كان هاد القهوه اللي كتشوف يما هادي جاو خرجوا من هنا عصابه بهم وجاو محامين عليه كيضربوا بالحجر، يعني كيضربوا بالحجر، جاو من هنايا كيضربوا بالحجر. وخليكم معي نوريكم ان هاد الموضع هادي تحت هاد الشجر، هاد الاشجار هادي، تحت هاد الاشجار هادي هنا كيكونوا جالسين اصحاب السوق. هنا كيجلسوا كيديروا الكراسه هنايا ويجلسوا هنايا هاد الموضع هادي، هنا كيجلسوا. يعني باللي كتكون هاد الموضع هادي عامره بصحاب السوق اللي كيجمعهم واحد الملقب سميتو برنيطه، اللي عنده واحد الشكايه كما قالوا رجال الامن مع واحد الشرطي اللي تعدى على واحد الشرطي انه هجم عليه بالسلاح الابيض. هانتوما الحومه هي هذه هنا كتكون، وها الجر اللي كنعاود لكم ها هي اللي داها داك السيد وسد لها الباب. ها هي نخليكم معي نوريكم هاد السيد فين كيسكن. شوف فين كيسكن. كيسكن هنا في هاد الحومه هادي، هاني كيسكن لهيه اللي عندهم واحد الدكان بدون رخصه. وشوفوا اخوت جا من هنايا، من هنا جاو. هو داك الناس اللي قلت لكم في داك المقهى اللي خرجوا من تما بالحجر. وهنا كما كنقول لكم هنايا كيكونوا جالسين كذلك يخدموا المخدرات هنايا في هذا الموضع هادي. هذا المقهى اللي قلت لك مولا مسكين سدها فاش قهروه. اذا جاو كما قلت لكم الاخوان من تما وخرجوا من هنايا. علاش؟ لان كيقال بان صاحب هذا المقهى وهذا الاخر هو اللي قال لهم من جا تما كيصور هرسوه، يعني هرسوه ضربوه. هذا يقال ادعاء. هانتوما كتبت لكم هزاج اللي زاد، يعني جاو من تما خوتي، جاو بالحجر كيجريو والعصي حتى لهنا. شوفوا معايا شحال المسافه باش جاو كيضربوا بالحجر وهازين العصي كاملين هنا. وكما كتشوفوا انا الكاميرا اللي كنت هضرت مع مولا هذا المنزل، ها هو الكاميرا، ها الكاميرا ثلاثه مع انه طلب السيد وكيل الملك باش يعطينا الكاميرا ديال فاش خرجوهم كيسميتو يعني من داك المقهى اللي كتشوفوا راه هي وسط العصا والحجاره. وجاو حتى لهنايا الاخوان. حنا ما كنطالبوش شي حاجه اللي كثير، حنا كنطالبوا من السيد وكيل العام وكنطالبوا المسؤولين والسي زنيبر السيد والي جهه فاس مكناس بانه ياخذ يعني يطبق القانون في هذه القهوه اللي تزاد فيها واحد المسافات. القهوه اللي كنقول لكم دائما كنت وريتها لكم، اللي زاد فيها واحد المسافه، اللي زاد فيها واحد المسافه كبيره. وخذ داك الجردة المواطنين اللي هو ملك العام. وعندي عارضه المواطنين غنقدمها لكم هذا الفيديو. وشوف اخوتي جاو حتى لهنايا، يعني وقفوا في هذا الموضع هادي هنا وكيضربوا بالحجاره. وجاو واحد وكيصور كيدعي باننا كنت هاز السلاح الابيض، كيصور وقف هنا وكيصور كيضربوا بالحجر، يعني وكيضربوا بالحجاره، كيضربوا هاد الديور هادو. يعني هاد الدور كنلتمس من السيد وكيل العام وكنلتمس من السي النبوي انه يعطيو لجنه تجي تسول. وكان الكاميرات هنايا، كاين الكاميرات اللي كانوا كيشوفوا هاد الضرب والضرب بالحجاره، يعني الضرب بالحجاره. شكرا لكم. كان معكم دائما نور الدين مطواط من فاس دائما.